السلام عليكم يا اغلى متتبعين ومتتبعات قناه مريم كنزائز. مرحبا بكم في فيديو جديد، وكما وعدتكم الجزء الثاني من الفيديو الاخر اللي حطيت لكم اللي درت فيه جوله في لا بيبينيير ديال الغزوه. اليوم جيت نوريكم المشتريات، يعني اللي شرينا لي بلونط اللي شرينا. نحاول نبارطاجي معكم ونوريكم يعني داكشي اللي قسم الله. شرينا من عندهم تقريبا 31 ديال هاد لي سيبري كيتسماو. كيكون كيشكلوا حائط فيجيتال، وشرينا من عندهم هاد الشجره. كما كتشوف هاد الشجره راه كتولي كبيره لدرجه انها تقدر توصل حتى تفوت العلو ديال 3 ايطاج. الدار فيها 3 ايطاج، يعني كتولي كبيره في الحجم. وهنايا في اللور ديال الدار الجهه تاع الكوزينه غرست لي بيتيت بلونط. انا شريتهم غير بالشهوه، غادي تبدل المكان ديالهم من بعد. المهم انا حطيتهم هنايا، من بعد غادي نبدلهم. كاينين دوك الورد البلدي، هاد الجوج الاولين هما ورد بلدي، الالوان مختلفه، كاين واحد في الغوز وواحد في البيض. هذا غوز والاخر اللي حدا في البيض، باقيين صغارين ولكن كتعرفوا الورد راه دغيا كيطلع دغيا كيكبر. وهادو كيداروا في لي شومان، كيعطيو واحد الوريدات زويونين. هذا اليازير كما كتشوفوا، وهذه اللويزه. انا زرعت هادو لحقاش شريتهم من اوناغا عند واحد السيد كيبيعهم. قلت علاش لا نبدا يعني كبدايه، نبدا نشري في لي بلونط اهلي، من بعد ناخذ لي بلونط اللي غادي يناسبونا. المهم حنا خدينا هادو دايرين غير 15 درهم البياسه لانهم صغار. وفي الزريع زرعتهم بعادين على بعضياتهم بمترو، كنخلي مترو بين وحده والاخرى لانهم كيكبروا وكيعراضوا وكيكبروا بسرعه. وهذا محمد كي هو الجارديني ديالنا، هو اللي غرس لينا هاد لي بلونط، قام باللازم الصراحه. تمرت مسكين، الله يجازيه بخير. هو اللي قادهم، هو اللي زرعهم، كي اتاشيهم. يعني خدمته المعقوله، اللي عمرها دار نفسه حاره، يعني انسان كيخدم كما كتشوفوا. كي اتاشيهم بديك القصبه باش يبقاو واقفين، باش ما يتهرسوش مع الريح، ويعاونهم زعما كاين باش ملي يطلعوا هذا ما يطلعوش عوجين ويبقاو مدغسين. كيرد عليهم التراب، من بعد كيدير لهم واحد الحوض صغيور باش في السقي الماء ما كيسيحش. هانتوما كتشوفوا كيخلي لهم هذا الحوض الصغير باش كيعمر عليه بالماء. دائما ملي تزرعوا ما ديروش التراب يكون بلا، ضروري خصكم تخلوه حوض صغير. الا ما كانش محبق، الا كان محبق ما تحتاجوش، ولكن الا كنتو كتزرعوا في الارض حاولوا تخلوا واحد الحوض اللي يهز كميه كافيه ديال الماء. واجيو دابا نوريكم لي بلونط الاخرين اللي شرينا، واخا البرد طيحهم. حنا وريناه غير حطيناهم في كل بلاصه، كل حاجه فين حطيناها. غادي نوريكم لي بلونط اللي خدينا. الاثمنه والله ما بقيت عاقله عليهم الصراحه. هذه الكرموس ديالتها درقه كرمه، يا ربي ماشي درقه كرمه. الكرموس كرموس المسلمين او لا فيغ صغيره، ما غاليه شي هذه الصراحه. كاع لي بلونط خديناهم صغارين، كاع الشجيرات. لاوي ماشي سوالي. هذه النافيل، الليمون تاع النافيل. دابا والد تشوفوا هما هاد الاشجار ديال الثمار ما كتكونش غاليه، ماشي بحال الاخرى اللي كتكون ديكوراتيف. وهذا الماندارين، دائما كنخلو داك الحوض الصغير. وهذا الحامض 4 سيزون، الحامض اللي كيعطي العام كامل. داك الحامض الاخضر ماشي الحامض البلدي، الحامض الرومي، ولكن كيعطي العام كامل. طول 10 متر. هذه على ما اظن 2 متر. هذه لوزه، كاين 2 متر ومتر ونص. شجره اللوز الغرق 2 متر، واللي ماشي غارق متر ونص. وهذه بعويده لانه فيها واحد البعويده صغيره، غادي نوريها لكم الا صورتها. انا ما اظن الا باقا باينه. بنتي كتعوم.
والاخرى اللي غادي نبين لكم دابا هذه مشمشه. هادو من الاشجار اللي خدينا مشمشه وبعويده ولوز وسيترون 4 سيزون وماندالين كليمونتين والنافيل. هادو من بعد ما زرعهم لينا محمد الله يجازيه بخير. وريناه البلايص ديالهم هو زرعهم، باقي خاوي داكشي لانه باقي الاشجار صغيره. واجيو تشوفوا معايا السلاوي اللي زرعت هذه 3 شهور. تبارك الله كلينا منه كلاو منه الحباب ومازال تبارك الله باقا الشجره كتولد. صراحه باقي فيها الخير والبركه. زعما هذيك البلاصه اللي فيها الزيتونه التربه ديالها زوينه مخلطه مع بياضه، تربه مهويه وما شاء الله. زعما كاين هاد السلاويه، كاين سلاويه اخرى زرعناها في واحد البلاصه اخرى وما عطات شيء، ولكن هنايا ملي زرعناها ما شاء الله صراحه جاو العائله وداو حتى هما السلاوي معاهم، والقريب كلاو والبعيد كلاو كل شيء كلاو. مازال تبارك الله والخدامه كلاو ومازال تبارك الله كتولد وباقي الخير فيها ما شاء الله ما شاء الله. بالنسبه للسلاوي بامكانكم تزرعوهم في السطاح ولا بتزرعوا في عندكم شي بالكون، راه كيصدق. جربوه وردوا عليا الخبر. صراحه كيعطي الا كانت التربه زوينه وكيتعلق، كيبغي واحد البلاصه اللي يتعلق فيها لانه كيدلى. كما كتشوفوا الصراحه ولدات وتبارك الله مازال كتولد ومازال باقي غادي ياكلوا منها. زعما اول زراعه لينا في الارض واول حاجه يعني كلينا الثمار ديالها هي السلاوي ما شاء الله. زعما عطا تبارك الله كما كتشوفوا. الصراحه الانسان ملي كيزرع واحد الحاجه وكتعطي وكياكل منها وياكلوا منها الناس كيفرح والله العظيم يعني. والطعم غزال. وصراحه السلاوي كتبغي على الباخ، كيطيب قبل من البطاطا والله العظيم. وحاجه ما مداوياش، حاجه بيو ما متخيطياش ما والو، طبيعيه. الصراحه ما كاين محسن من الحاجه الطبيعيه ومن الحاجه اللي تكون بيو، لانه وعينا وصحتنا تهلكات من الخضار اللي كتكون مداويه ومن هذاك الويل اللي كندخلو للصحه ديالنا واللي كندخلو للذات ديالنا وكيهلكنا وكيهلك صحه وليداتنا وصحه الاسره ديالنا. صراحه فخوره بيني وبينكم، فخوره بهاد السلاوي ما شاء الله. ودابا كاينها شهر 11 ومازال كناكلو في السلاوي والله العظيم. بحال قطعت وحده غير هاد السيمانه وديتها للوالد. صراحه ما تبغيش ديرو حتى في كسكسو، كتشهى تاكلو غير طويجين. هاد السلاوي كما كتشوفوا راه واخا كاين التراب حداه تما ومكرفس مسكين، ولكن راه تبارك الله قاوم. انتم ما شاء الله مشاهيتكم. ولكن كنشجعكم يعني في السطاح ولا في هذا ملي بدا يدفى الحال. دابا راه مشى الوقت ديال الزراعه ديالو، ولكن في وقت الربيع مثلا في شهر 3 وشهر 4 بامكانكم تشروا الزريعه وتزرعوها في محبق. زرعوها في محبوق وعلقوها مثلا في شي خونت في السطح، في شي سلبه ولا في شي خيط ولا في هذا، وتبارك الله غادي تشوفوا النتيجه مذهله والله العظيم. غادي لجؤوا لهاد الزراعه ديال اللي في الاسطح وفي البيوت. هذا المروت بالنسبه للناس اللي كيسولوا على المروت او المريوت كيفاش الشكل ديالو، كيكون بحال هكا ناض ليا واحد العريش وخليته بغينا كنسقيو فيه وما شاء الله زعما كاين عطا. استعملتو الكزيمه واستعملتو بزاف الوصفات. في القناه ديالي راه غادي تلقاو اكثر من فيديو، قيله 3 الفيديوهات على المروت. صراحه علاش لا، الا لقيتوه جمعوه وخزنوه. وفي الاخير غادي ندير لكم جوله في هذه المنطقه الجميله، منطقه الحرطه اللي ان شاء الله غادي نسكن فيها. منطقه جميله بزاف وسط غابات اركان والزيتون. منطقه رائعه وكتشوفوا الاطلس من بعيد. وغادي نخليكم مع هذه الجوله الممتعه، ونتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. ما تنسونيش بلايكاتكم باشتراكاتكم وفعلوا الجرس وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم. محتاجه دعمكم، محتاجه تشجيعاتكم، ودائما في القلب كنبغيكم. وشكرا بزاف وفرجه ممتعه مع هذه المناظر الجميله. والى اللقاء في فيديو جديد عما قريب. مع السلامه.